ازيكم عاملين ايه؟ انا زياد وده فيديو جديد من سلسله اعبث مشاهد في السينما المصريه الجزء التاسع بعنوان ايه القرف ده؟ الخسيس عم محفوظ لسه عايش، والخسيس مصطفى ولد الخسيس عم محفوظ لسه عايش، والخسيس اختي اللي متجوز الخسيس مصطفى ولد عم الخسيس محفوظ. بعيدا عن ان هو حافظ السكريبت وبيسمعه قدامنا، بس ده حتى مستخسر يحرك جسمه. هنفضل نقولوا كيف وما كيفش، احنا نروح نجيبوها من شعرها ونرجعوها. يخرب بيت ابوك، وجعتنا اكثر من اللحظه اللي جرحت فيه. خش هات الدواء من يا السكته دي، حتى لو متنيل شاكك انه قول لي لا، قول لي لا وريحني، انا ما ناقص. هنا بقى احمد داش عمال يتكلم ويحزق علشان يبين لك هو قد ايه بيعرف يمثل ويتكلم صعيدي، بس اثبت ان هو لا بيعرف يمثل ولا بيعرف يتكلم صعيدي. جوزي وحيد اختي زينب دي برضو نفس مشكلة احمد داش بس اوفر حبتين. هي حرفيا فاكره ان كده انا هتأثر، والمضحك اكتر ان الممثلين اللي جوه المشهد قرفانين من ادائها اصلا. كل سنه وانت طيب. هشوفك امتى؟ طبعا مستعجل عايز اديك الهديه. لا مش تخطر لك على بال حاجه سبيشال. انا عندي محاضرات الصبح. تحبي تروح سينما؟ فيلم سبيلبرج نزل النهارده. انا بقول نتغدى مع بعض وبعدين نروح حفله 3 وتبقي تروح عشان تستعدي للحفله واشوفك بالليل. لا ما حدش ممكن يقدر يمنعني احضر عيد ميلادك يا حبيبتي. وفيها ايه؟ لا عمتي منيره ولا نينا مديحه هيرفضوا وجودي، لكن يمكن سيد بيه هو الوحيد اللي يتضايق لو شافني. هو مش مديها فرصه ترد اصلا يا عم، ده حتى صوتها ما ظهرش في المشهد. ما بالراحه، انت حتى مش بتديها فرصه تفكر، انت بترمي لها الاقتراح وبتوافق عليه انت. ابوها يا حلوه. مش رايح ارجع اقول له مين؟ ما عرفتش، ما نفعتش. ده انا ابوي يتحايل علي اشتغل معاه في الغيط واكل واشرب وانام. انا قلت لا، عاوز اسافر بعيد. انا امي وابويا خلاص ماتوا، ماليش حد ارجع له يا عم اسماعيل. ارجع لمين يا عم اسماعيل؟ من كتر اندماجه في المشهد عبد الرحمن ابو زهره قرر يتدخل بنفسه. خضرة يا مخيمة. ابوها قال لا، ابوي مرزوق خلي بعيد، قال معلش من الحتة دي هتبقى كبيرة زي مصر زي الاسكندرية زي التل الكبير. طب باقي المحافظات عديناها، بس علشان اسمها التل الكبير تبقى فعلا كبيره. هاي، ازيك يا عم؟ الحمد لله. ازيك؟ ايه الاخبار؟ زي ما انت شايفه مشغول. كلمتك كتير الفترة اللي فاتت بس ما كنتش بترد عليا. ممكن تديني فرصة اتكلم معاك؟ انت لسه شايل مني بعد كل الفترة دي كريم، متحسسنيش بالذنب اكتر من كده. ممكن تديني فرصة تانية؟ انا ندمت، ده مش كفاية. كفايه لحد كده. اوكي همشي بس هستناك تسامحني. باي. هو اللي انا مستغربه من المشهد ازاي مفيش ترجمه تحت، لان اكيد اللغه دي مش اللي احنا بنتكلم بيها. المشهد ده كله كان محتاج خبير تخاطب تقريبا. باي. وهنا طبعا المخرج بيقول لك انا عبقري وبجيب الممثله وهي بتقع من منظور احترافي فشخ. حندق جاله عايز يستلم منه شنطة. تابع الموقف وخليك على اتصال بينا. اتفضل. ربنا يستر. ايوه حندق استلم الشنطة. ما تعرفش حندق اتجاهه ايه؟ قهوة يا حبيبي. بعد اذنك احسن جاي يا فندم. مستندات يا استاذ. معلش فرصة تانية ان شاء الله. وهنا ذكاء ودهاء من حضره الضابط، يعني مكفوش ان صوته عالي تحسه اصلا قاصد يفضح نفسه، لا ده كمان شايل موتور عربيه وبيتكلم بيه. والغريب اكتر انه خباه في البدله عادي. ياكل ويتغدى طبعا في مطعم 5 نجوم. ايوه يا باشا انا وراهم. ظاهر ان احنا هنوصل للراس الكبيره. انا نفسي اعرف بجد هي التليفونات العاديه اثرت في ايه؟ انا مش فاهم. هو حرفيا حاطط مقر شركه الاتصالات على ودنه وبيتكلم بيه. ويا عم استنى شويه، الراجل ملحقش اصلا يمشي. وهكون غلطان في تقديرك يا معتز. انا متاكد يا فندم ان الراجل ده بيقوم باعمال مشبوهه. اعمل انت تحرياتك وشكل مجموعه المراقبه.
مفيش اي مجهود اتبذل في المراقبه، وايه بعدها كمان اداها نظره قاتل مأجور علشان طبعا الراجل لو ما شكش فيه شك. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا، تنساش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. ما تنساش تنضم لمجتمعنا على الواتس عشان نتناقش في الفيديوهات الجايه. اشوفكم الفيديو الجاي، السلام عليكم. محتاجين دم ضروري. مفيش دم كفايه يا دكتور في المستشفى. طب وبعدين يا محفوظ؟ انا دمي من نفس الفصيله يا دكتور ومستعده اتبرعه، المهم ننقذ حياته والعمليه تنجح. انت او بوزيتيف؟ ايوه او بوزيتيف. سرنجة. حاضر. عفاف بسرعه يا جماعه. عرب. مبروك يا دكتور. مبروك يا دكتور، الف مبروك. الحمد لله. صواريخ ستريلا روسي وصلت فين بالظبط؟ دولة باتنج. ايه صاروخ واحد؟ لا 5. يبقى يفتشوا المطار حته حته. يورينا. ما هو